السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. زي ما انتم شايفين كده بقى، من نص كوباية دقيق من اللي هو العادي هنعمل كمان 8 قطع كده من الجاتوه. سهل جدا وبسيط. جاتوه المحلات بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وبدقيق كمان من اللي هو العادي بدون دقيق سبونج او محسن جيل. شايفين بقى؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تحفة. تعالوا بينا نسمي الله ونبدأ نشوف المقادير بتاعتنا ونشوف هنعمل الجاتو بتاعنا ده ازاي. اول حاجة كده، انا جبت نص كوباية من الدقيق العادي، زائد معلقة كبيرة، يعني نص كوباية عليها معلقة كبيرة، ومعلقتين ونص من النشا. النشا هنا انا ضفته اول مرة اضيفه. النشا هنا بيديني كده، بيخلي قوام الكيك معايا ناعم وطري كده وحلو، وبيخلي لونه ابيض. نخلت كده دقيق مع النشا وركنتهم كده على جنب. وما ننساش طبعا ذرة الملح. معايا بقى 5 بيضات بلدي. لو انت هتستخدمي البيض بتاع المحلات ده هتضيفي بس 4. حطيتهم كده في الطبق، في البوله كده، وحطيت عليهم كيسين من الفانيليا، ونص كوبايه زائد معلقه كبيره من السكر الحبيبات العادي خالص، مش سكر بودره ولا اي حاجه. وهفضل اضرب فيهم ما يقل كده عن 10 دقايق. هفضل اضرب فيهم كده لحد لما البيض يديني قوام زي قوام الكريمه كده، ماسك نفسه كده مش سايب، ولونه يفتح كده ويعلى معايا زي ما انتوا شايفين كده. بفضل اضرب فيه بالمضرب كده لحد لما لونه يغير خالص ويديني قوام كده، زي قوام الكريم شانتيه بالظبط. شايفين بقى الحلاوه دي؟ القوام علا معايا كده. وبختبره ازاي واعرف ان هو خلاص كده بقى تمام؟ ان انا بجيب كده بالمضرب، بشيل من المضرب كده بالعجينه وارفعه لفوق كده وانزله تاني، اعمل شكل كده. لو لقيت الشكل بيسقط جوه العجينه، او الحتت اللي بتنزل من المضرب جوه العجينه على طول بسهوله كده، يبقى لسه عاوز يتضرب كمان. لو لقيت العجينه بتقف كده على الوش وثابته، يعني يبقى هو كده خلاص. تمام اوي كده. خد 10 دقايق معايا كده في الضرب لحد ما وصل معايا بالشكل ده. طبعا بقى كل ما ندخل في الدقيق، كل ما ندخل الدقيق كل ما بيدينا نتيجه كويسه يعني. فانا نخلته مره ودي كمان مره، واستخدمت كمان نص معلقه من البيكنج باودر. الدقيق مش هنزله مره واحده عشان ما يتكتلش معايا، وبقلب بالراحه خالص في العجينه. انا مسرعه الفيديو هنا، لكن انا في الحقيقه كنت بقلب بالراحه. بجيب كده من تحت لفوق ومن فوق لتحت بالراحه خالص، علشان ما تخرجش الهواء اللي انا دخلته جوه العجينه. اقلب كده بالراحه. قسمت الدقيق على 4 مرات، نزلته على 4 مرات يعني. بنخله. كل ما تنخلي الدقيق كل ما يديكي نتيجه كويسه يعني، ويبقى هش معاكي كده وطري وحلو. بقلب كده من تحت لفوق زي ما انتوا شايفين، لحد ما كميه الدقيق اللي انا نزلتها تختفي خالص وانزل غيرها. جبت صينيه كده بقى اللي هي الكبيره ديت، مقاس 24. دهنتها كده دهنه بسيطه من الزيت، وفرشت فيها كده ورقه زبده، وهنزل بقى بنص كميه الكيك اللي معايا، وافرده كده في الصينيه. هسويه كده في الصينيه زي ما انتوا شايفين معايا. المقدار اللي انا عملته ده عمل معايا صينيتين، الصينيه مقاس كبير والصينيه المقاس الوسط. دخلته بقى على درجه حراره، بكون مشغله الفرن من قبلها علشان يسخن، ومشغله الفرن من تحت بس. وبسيبه بقى كده في الفرن. هو بياخد معايا من 10 دقايق ل 12 دقيقه بالظبط، وبيكون استوى، لان هو بيبقى ما بيبقاش تخين معايا او بيبقى رقيق يعني، فما بياخدش وقت في السوا خالص. بطلعه، شفتوا زي ما انتوا شايفين كده طري معايا وهش وحلو او واخد لون جميل. بختبره كده بشوفه استوى ولا لا. بنزل فيه كده السكينه من النص، لو طلعت نضيفه يبقى هو كده تمام. قلبته كده على الصينيه وشلت ورقه الزبده اللي كنت حاطاها عليه، وبعد كده بنقشر الوش بتاعه ده عشان ما يبقاش ليه اي لازمه خالص. وبعد كده بقى بجسيه كده من الميه بسكر او حليب او اي عصير عندك تسقيه بيه، وبسقيه كده بالفرشه.
وانا كنت يعني خليت المقاس الكبير، الصينيه اللي هي المقاس الكبير، قطعت منها كده، سويتها يعني بالمقاس الصغير عشان يبقوا هما الاتنين قد بعض، عشان ما كانش عندي صينيتين نفس المقاس يعني. حشيت كده كريمه، بس بصراحه ما كترتش كريمه في النص، لان ما يعني الكريمه انا حطيت عليها كاكاو، فما كنتش حابه الكاكاو يعني، فما كترتش كريمه خالص. طبعا ما رضيتش اعمل معاكم الكريمه لان احنا طبعا عارفين هي بتتعمل ازاي. وبدات كده ان انا اسقي الكيك، وبعدين احشيه كده بالكريمه، وحطيت الطبقه التانية زي ما انتم شايفين كده. واللي طلع منها ده طبعا انا مش هرميه، هنعمله كاسات زي ما احنا شفنا في الاول. بوريكم ان هو طري وهش وجميل قوي زي ما انتم شايفين كده. بقى زينته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اي تزيين بقى انتوا تحبوه، التزيين ده يبقى على ذوقك انتي. انا زينت كده بفراولة وقطع كده من الاناناس، شكله حلو وطعمه جميل، شكله يفتح النفس بجد وحلو قوي. وبنص كوبايه دقيق بس من العادي، بدون دقيق اسبونج. عملنا مع بعض 8 قطع من الجاتوه. لو بنشتري القطع دي من بره دلوقتي مش هنجيبها من اقل من 30 جنيه. احنا عملناه في البيت بطريقه اقتصاديه خالص وحلو. اتمنى الفيديو يعجبكم، اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.